تخيلوا يا جماعة، واحد بعد ما خلص رحلة الغوص بتاعته طلع بسرعة جدا جدا للسطح. تخيلوا ايه اللي ممكن يحصل؟ خليني اقول لكم، واحنا نازلين للاعماق فالضغط حوالينا بيبقى عالي جدا، فالجسم بيمتص نيتروجين اكتر من المفروض يمتصه، وبيبدا يتركز في اماكن معينه زي المفاصل وانسجه الجسم المختلفه. بس احنا ما عندناش مشكله في الموضوع ده، علشان واحنا طالعين الانسجه هتبدا تتخلص من النيتروجين الزياده ده وترجعه للدم، والرئتين تخلصنا منه، وعلشان كده لازم نطلع ببطء. اما لو طلعنا بسرعه جدا فالنيتروجين هيفضل متراكم في المفاصل ويسبب لنا وجع فيها، ويبدا يتراكم تحت الجلد ويخلينا نهرش فيه، وهيتكون اير بابلز في الاوعيه الدمويه، وهتبدا تسد لنا الدم عن المخ واجزاء مهمه تانية في الجسم. والموضوع ده بنسميه ديكمبريشن سيكنس. وبنعالجه ازاي؟ فاحنا بنحط الغواصين في اوضه بنضبط لهم فيها الضغط ونديهم اكسجين بنسبه 100% عشان يخلصهم من النيتروجين المتراكم. وما تقلقوش، الموضوع ده مش بيحصل كتير، وبس كده.